احنا بنبقى طول الوقت عايزين نصدق ان الناس اللي حوالينا دي احسن ناس في الدنيا كلها. بنلبسهم كده تاج على دماغهم ونحطهم في مكانة كبيرة جدا. الناس دي ما تستاهلهاش، والموضوع بيبقى واضح من الاول زي الشمس، بس احنا اللي بنحب نغمي عينينا ونكمل ونقول هيتغيروا. ساعات لما بنحب حد بنختار بإيدينا إن إحنا نغمي عينينا عشان العلاقة دي تكمل بأي شكل من الأشكال، هتكمل. ابتديت كمان أتعلم إن مش لازم كل الناس اللي حواليا يبقوا قريبين مني. في ناس موجودين في حياتنا عشان بس يشاركوا معانا لحظة معينة، وفي ناس تانية موجودة في حياتنا عشان بس تعلمنا درس معين. انتي بتدي من قلبك قوي 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 للشخص اللي قدامك، وبتبقي مستنية من الشخص ده ان هو يديكي بنفس الدرجة. اتعلمت كمان ان انا محطش الناس في مكانة اكبر من طاقتهم. بقيت ادخل علاقة مع اي شخص سواء صداقة قرايب اي حد وانا حطاله زيرو توقعات. فنصيحتي هنا ليكي النهاردة: حطي كل انسان في مكانه الصح، حطي كل انسان في المكان اللي هو عايز يبقى فيه، وما تعليش ابدا سقف توقعاتك في اي حد عشانك انتي. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده انا معتبراه درس بسيط جدا جدا لكل الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي، والدرس ده هيريحكم من وجع كتير قوي 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 بعدين. النهارده انا عايزه اشارك معاكم حاجه اتعلمتها مؤخرا في حياتي، بس حرفيا بمعنى الكلمة يعني غيرت حياتي 180 درجة. انتوا عارفين انتوا الإحساس اللي بيجيلنا كلنا، إحساس إن احنا متضايقين أو مخنوقين من الناس اللي حوالينا، سواء بقى الناس دي صحاب سواء قرايب أو حتى ناس قريبين مننا جدا جدا. وتحسوا انكم طول الوقت قاعدين تدوا وتضحوا، تعملوا كل حاجة لأجل بس العلاقة دي تكمل، وفي الآخر برضو تصدموا فيهم. أنا بقى كنت زيكم بالظبط كده لحد ما اتعلمت درس بسيط جدا جدا جدا، بس والله سحر، ريحني نفسيا، خلاني من جوه كده مرتاحة. الدرس ده بقى علمني إن كل بني آدم لازم يتحط في مكانه الصح، كل بني آدم لازم يتحط في المكان اللي هو عاوزه. في الأول خالص خلينا متفقين على حاجة واحدة صغننة قد كده، وهي إن إحنا كبنات عاطفيين جدا جدا جدا، نحب ندي ونحب نشارك، نحب نحتوي اللي قدامنا. عاطفيين، البنات بطبيعتها عاطفية، بس ساعات بقى العاطفة دي بتودينا في حتة صعبة قوي. احنا احيانا بنقرر نشوف الناس بشكل مش حقيقي. احنا بنبقى طول الوقت عايزين نصدق ان الناس اللي حوالينا دي احسن ناس في الدنيا كلها. بنلبسهم كده تاج على دماغهم ونحطهم في مكانة كبيرة جدا. الناس دي ما تستاهلهاش، وبنفتكر ان لو حصل حاجة الناس دي هتفضل جنبنا، هتفضل جنبنا مهما حصل، ونيجي نحط غشاوة كده على عينينا عشان ما نشوفش اللي مش عاجبنا، ونقنع نفسنا انهم هيتغيروا كده كده مع الوقت. بس الحقيقة بقى ان مفيش حد بيتغير ومفيش حاجة هتتغير. كل واحد فينا عنده عيوبه، عنده مشاكله، عنده الحاجات اللي يقدر وممكن يكسرك او يغزلك بيها، والموضوع بيبقى واضح من الاول زي الشمس، بس احنا اللي بنحب نغمي عينينا ونكمل ونقول هيتغيروا، بعدين هيتغيروا، انا هبقى اغيره. وبعد سنة ولا 2 ولا 3، لما نفس التصرفات اللي احنا شفناها في الاول تتكرر، ننهار ونقول ازاي انا اتصدمت في الشخص ده كده. مش عايزين نخبي على نفسنا، احنا كنا عارفين ان العلامات دي ظهرت قدامنا من الاول، واحنا اللي اخترنا نحط غشاوة على عينينا ونكمل ونتجاهلها. بصراحة انا مريت بالموضوع ده كتير جدا على مدار حياتي، في صداقات بقى، في علاقات عائلية عادي، او في رومانتك ريليشن شيب،
في الأول خالص كنت ببقى شايفة الناس أو شايفة الشخص اللي قدامي بنظرة مثالية قوي، وده من وجهة نظري طبيعي. أي حد مكاني هيشوف أول شخص يتعامل معاه بنظرة مثالية، وأقعد أقول لأ، لأ، ده دول مختلفين، ده دول لأ 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 مش زي الباقي. بس مع الوقت ومع مرور الأيام، ولما بدأت الغشاوة تتشال من على عيني، بدأت أشوف العلامات اللي كانت بتظهر لي في الأول، ده هي نفس العلامات اللي بتظهر لي دلوقتي، اللي هي بتضايقني وبتوجعني. يعني خدي بالك قوي من أي علاقة في حياتك، خدي بالك من أول كام شهر. الشخص بيبان على حقيقته من أول كام شهر، هيبان جدا مين الشخص اللي قدامك، هيبان جدا هو يقدر يعمل ايه، هيغزلك ازاي، هيبان عيوبه شكلها ايه وعاملة ازاي، وهتقدري تتعاملي مع العيوب دي ولا لأ. لكن احنا بقى كبنات ساعات لما بنحب حد بنختار بإيدينا ان احنا نغمى عينينا عشان العلاقة دي تكمل بأي شكل من الأشكال، هتكمل، ونرجع نقول معلش يمكن هيتغير، يمكن أنا شايفة غلط، ومع الوقت شخصيته الحقيقية هتظهر. بس الحقيقة وزي ما قلتلكوا إن مفيش حاجة تتغير ومفيش حد بيتغير، اللي انتي شفتيه في الأول هو اللي هيطلعلك بعدين. وأنا عن نفسي اتصدمت كذا مرة، واكتشفت إن احنا اللي بإيدينا بنأذي نفسنا وبنأذي قلوبنا. عارفين ليه؟ لأننا من البداية بنبقى شايفين مستنيين الخذلان، لأننا أصلا بنبقى شايفين بوادره من الأول خالص، وإحنا اللي بإيدينا قررنا نحط غشاوة على عينينا ونتجاهل ونكمل في العلاقة. وقتها بقى حسيت إن المشكلة مش في الناس، المشكلة في أنا، إن أنا كنت بحط الناس في أماكن مش بتاعتهم، في أماكن أكبر منهم. ومن اللحظة دي جيت تغيير، قررت أبدأ أشوف الناس زي ما هم كده، قررت أبدأ أشوف الناس على حقيقتهم، مش بنفس الصورة اللي أنا رسماها للشخص ده. وقررت كمان أشوفهم مش بس بعيني أنا، لأ، قررت أشوفهم بعينهم هم. يعني أشوف أنا عندهم إيه، مكانتي عندهم إيه، أنا فين أصلا عندهم، أنا بالنسبة لهم إيه. لأننا ساعات بنتخيل إن إحنا غاليين جدا جدا عند الحد ده، والحد ده أصلا بيكون مش شايفنا كده. يعني مثلا هديك مثال بسيط، انت ممكن تكوني شايفة إن فلانة دي صاحبتك واختك وحبيبتك وأقرب من نفسك، بس هي شايفاكي من الناحية التانية مجرد صاحبة، مجرد صاحبة خفيفة بتقضوا مع بعض وقت كويس وبس. ومش لازم أبدا يبقى عندكوا نفس المكانة عند بعض. يعني انت شايفاها ان هي صاحبتك واختك وأقرب من نفسك، مش لازم هي كمان تكون شايفاكي كده، عادي جدا وده طبيعي. ابتديت كمان أتعلم إن مش لازم كل الناس اللي حواليا يبقوا قريبين مني. في ناس موجودين في حياتنا عشان بس يشاركوا معانا لحظة معينة، وفي ناس تانية موجودة في حياتنا عشان بس تعلمنا درس معين، وفي ناس تانية موجودين عشان يكملوا معانا العمر كله. بس الفرق هنا إن كل واحد وليه مكان، ومش صح ان احنا نحط الكل في نفس المستوى. فابتديت ان انا اقلل توقعاتي في الناس كلها، بقيت ادخل علاقة مع اي شخص سواء صداقة قرايب اي حد وانا حطاله زيرو توقعات. يعني لو لقيت اهتمام وحب وتقدير من الشخص خير وبركة، ما لقيتش يبقى انا ما خسرتش اي حاجة، وما بقيتش مستنية من حد اي حاجة. وده فرق معايا جدا وريحني جدا. هديكم مثال من واقع حياتي. انا عندي صحاب مش قريبين مني قوي، بس كل شهر شهر ونص بنتقابل مرة، بس اللحظة اللي احنا بنتجمع فيها وبنقعد فيها مع بعض بتفرق جدا وبتسيب أثر حلو. وفي ناس تانية موجودة طول الوقت، بس وجودهم ما بقاش بنفس القيمة اللي هم كانوا فيها زمان. وده خلانا اتعلم ان عادي، مفيش مشكلة، كل شخص بيجي في حياتنا بيكملنا بطريقة معينة. اتعلمت كمان ان انا ما احطش الناس في مكانة
أكبر من طاقتهم. يعني إيه؟ يعني كل واحد بيقدم على قد ما يقدر، ومش لازم يقدم زي ما أنا متوقعة. اللي عايزة أوصله لكم إننا طول الطريق محتاجين نراجع نفسنا، محتاجين نسأل نفسنا أول بأول، هو أنا ليه حاطة الناس في أماكن أكبر من حجمهم؟ هو أنا ليه متوقعة من الشخص اللي قدامي يعمل لي زي ما أنا بعمل له بالظبط، رغم إن أنا عارفة إن قدراته مختلفة عني؟ الحقيقة إن التوقعات العالية اللي إحنا بنحطها للناس هي بجد اللي بتكسرنا من جوه قوي، هي اللي بتعمل وجع القلب وبتخليكي تشيلي من الشخص ده. انت بتدي من قلبك قوي 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 للشخص اللي قدامك، وبتبقي مستنية من الشخص ده ان هو يديكي بنفس الدرجة. فانت لما مش بتلاقي ان الشخص اللي قدامك بيديكي بنفس الدرجة، تقفي وتقولي ايه ده، وتشيلي بقى من الشخص ده. بس لأ، ده مش صح. عارفين ليه؟ عشان الشخص اللي قدامنا ده هو ليه طاقة تانية، ليه ظروف تانية، ممكن يكون طريقته في التعبير مش زي ما احنا عايزين، ويمكن يكون هو مش شايفك أصلا بنفس المكان اللي انت شايفاه. أنا لما ابتديت أبص الموضوع بشكل أبسط، ما بقتش مستنية من حد حاجة خالص. ولما الغشاوة اتشالت من على عيني، اكتشفت ان في ناس وجودهم في حياتي حلو، بنقضي وقت سوا مع بعض، الدنيا لطيفة بينا، بس مش لازم يكونوا قريبين مني. وفي ناس تانية ربنا بعتهم ليا فترة من حياتي عشان بس أتعلم منهم حاجة، وبعدين مشيوا. للأسف أقول إن الدنيا كده كلها مراحل وكلها أدوار، وكل واحد في حياتنا بيجي لوقت معين والهدف معين، وبعد لما يحققهم بيمشي. فنصيحتي هنا ليكي النهاردة، حطي كل إنسان في مكانه الصح، حطي كل إنسان في المكان اللي هو عايز يبقى فيه، وما تعليش أبدا سقف توقعاتك في أي حد. أي حد في حياتك ما تعليش سقف توقعاتك فيه عشانك انتي، وتعلمي ان انتي تبصي للعلاقات وللناس اللي في حياتك زي ما هم كده، على حقيقتهم كده. بكده أكون خلصت معاكم فيديو النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. يلا باي باي.